اللي صار معي بهذيك الليلة. للحين مو قادرة أفهم شلون وصلت لهالمرحلة. يا أهلا فيكم. وإذا تحبون القصص الواقعية اللي فيها صدمات وتقلبات، لا تنسون الاشتراك واللايك، وخلونا نبدأ. اسمي دانا، عمري 27 سنة، أعيش ببيروت وبشتغل مدرسة إنجليزي بمدرسة خاصة معروفة هناك. متزوجة من 4 سنين من رامي، رجال معروف بشغله بالعقارات وعنده أكثر من مشروع بلبنان، وكان أكبر مني ب8 سنين تقريبا. طول عمره ناجح وشخصيته قوية والكل يشوفه إنسان مثالي، بس ما حد كان يدري شال اللي كان يصير بحياتي من وراه. أنا من النوع الهادي جدا، مو اجتماعية، وما عندي إلا صاحبتين بالكثير. حتى أيام الجامعة كنت دايم أبتعد عن أي تجمع فيه شباب، مو لأني مغرورة، بس لأن أهلي كانوا شديدين معي بشكل مبالغ فيه، خصوصاً لأبوي. حياتي كلها كانت دراسة ببيت بجامعة وبس. البنات بالجامعة كانوا طول الوقت يسولفون عن علاقاتهم ومغامراتهم، وأنا كنت أسمع بس بدون ما أشارك بأي شيء. وإذا أحد حاول يفتح معي كلام كنت أقفل الموضوع بسرعة وأمشي. حتى مرة شباب بالجامعة صاروا يرسلون لي رسائل مع البنات اللي معي بالمحاضرات، وأنا كنت أرفض أي محاولة بشكل مباشر. مرت أول سنة، والثانية، والثالثة، وكل شي بحياتي كان ثابت وما في أي تغيير. لين آخر سنة بالجامعة بدأت أحس بفراغ غريب، مو حزن قد ما هو شعور إن حياتي واقفة. بهذه الفترة كان في شاب اسمه كريم يدرس معنا بنفس الكلية. شخصيته هادية لكنه كان مصر ويحاول يلفت انتباهي بأي طريقة. أكثر من مرة طلب رقمي من صاحبتي نادين، وأنا كل مرة أرفض بدون حتى أفكر. بس مع ضغط الدراسة والوحدة اللي كنت أعيشها بدأت أفكر بطريقة مختلفة. آخر يوم اختبارات وأنا طالعة من الجامعة وقفت عند نادين وقلت لها تعطي كريم رقمي. استغربت فيني وقالت ليش الحين؟ عقب كل هالفترة. بس قلت لها ما أدري، أعطيه الرقم وخلاص. كنت مستحيل أقدر أوقف قدامه وأعطيه الرقم بنفسي من كثر الخجل والتوتر، فخليت كل شيء يصير عن طريقها. وفعلا بنفس الليلة اتصل علي. بداية المكالمة كانت عادية جدا، سوالف خفيفة عن الجامعة والاختبارات، بس الغريب إن المكالمة استمرت أكثر من 2 ساعة بدون ما نحس بالوقت. ومن يومها صار يتصل كل يوم، الصبح قبل الدوام، بالليل قبل النوم، حتى بأوقات عشوائية بس عشان يسمع صوتي. ومع الوقت تعلقت فيه بطريقة ما كنت متوقعتها أبدا. الغريب إن علاقتنا استمرت تقريبا سنة كاملة بدون ما نشوف بعض إلا مرات قليلة جدا. أغلب علاقتنا كانت مكالمات طويلة ورسائل وسوالف عن المستقبل والطموح والحياة. كريم كان دايم يطلب نشوف بعض أكثر، لكني كنت أتهرب. كنت أخاف أحد من أهلنا يشوفني أو يوصل الكلام لأبوي. بس بيوم من الأيام قررت أكسر هالخوف، واتفقنا نتقابل بمقهى صغير بمنطقة الحمراء ببيروت. أتذكر ذيك الليلة زين، كنت متوترة بشكل مو طبيعي، وكل دقيقة أفكر إني أرجع البيت وما أروح. لكن أول ما دخلت المقهى وشفته واقف ينتظرني حسيت إني دخلت مرحلة جديدة بحياتي كلها. بعدها صرنا نطلع بشكل مستمر، مطاعم، كورنيش بيروت، مشاوير بالليل، سهرات طويلة بالكلام والضحك. ومع كل يوم كنت أتعلق فيه أكثر بدون ما أحس، لدرجة إني ما عدت أشوف أي أحد غيره بحياتي. ومع مرور الشهور كريم صار أقرب شخص لي بشكل ما كنت أتوقعه أبدا. كان يسمعني أكثر من أي أحد، يعرف تفاصيل يومي، وحتى الأشياء اللي ما كنت أقولها لأهلي كان يلاحظها من صوتي بس. وكل فترة يطمني بنفس الكلام: اصبري علي شوية دانا، أول ما أوقف على ريلي وألقى شغل ثابت بدق باب بيتكم رسمي. وأنا كنت مصدقته فعلا، بس المشكلة إن وقتها كلنا كنا تونا متخرجين، وكريم للحين يدور وظيفة. الوضع بلبنان أصلا كان صعب والفرص قليلة، وهو كان يحاول من شركة لشركة بدون النتيجة واضحة. وبيوم من الأيام كل شيء تغير فجأة. أبوي ناداني بعد العشاء وقال في ناس جايين يشوفونك نهاية الأسبوع. استوعبت مباشرة إنه يقصد عريس. وقتها حسيت الدنيا ضاقت بوجهي،
بس بنفس الوقت كنت أعرف إنه مستحيل أقدر أقوله عن كريم. أبوي كان من النوع اللي إذا قرر شيء خلاص الكل ينفذ بدون نقاش. فقلت بيني وبين نفسي عادي، يجي الرجال ونرفض الموضوع بأي حجة وخلاص. بعدها بأسبوع أبوي دخل علي وأنا بالمطبخ مع أمي وقال باجر الضيوف بيوصلون العصر، أبي البيت يكون مرتب. ومن وقتها والبيت كله انقلب تجهيزات. أمي ترتب الصالة وأبوي يوصي على الضيافة، وأنا طول الوقت ساكتة وأفكر شلون بطلع من السالفة بدون مشاكل. الغريب إني ما قلت لكريم أي شيء، كنت أبي أخلص الموضوع بسرعة وبعدها أقوله إن الموضوع انتهى. ثاني يوم الضيوف وصلوا ووطوا، ومن أول لحظة دخلوا فيها البيت لاحظت الفرق الكبير بين مستوانا ومستواهم. شكلهم، لبسهم، حتى طريقة كلامهم كانت توضح إنهم ناس مرتاحين جدا ماديا. أما العريس فكان اسمه رائد، رجل معروف بالسوق العقاري ببيروت، وعنده شركة كبيرة ومشاريع بعدة مناطق. وحتى سمعت أبوي يهمس لأمي إن الرجال يملكوا أكثر من شقة فخمة باسمه. بعد شوي طلبوا إني أجلس مع رائد بالصالة الداخلية شوي نتعرف على بعض. دخل بثقة غريبة، لكن أسلوبه كان هادي جدا. بدأ يسألني عن شغلي وعن حياتي، وبعدها صار يحكي عن شغله ومشاريعه وتنقلاته بين بيروت وجونية. وفجأة قال لي إذا تم النصيب اختاري أي منطقة تحبين نعيش فيها وأنا أجهز كل شيء. الكلام كان مرتب زيادة عن اللزوم، لدرجة إني حسيت كأني داخلة مقابلة مو جلسة تعارف. وفي نهاية القعدة ابتسم وقال أنا مرتاح جدا لهاللقاء، أما أنا فكنت ضايعة. قلت له بهدوء إن شاء الله اللي فيه الخير يصير. واضح إنه كان ينتظر مني رد مباشر، فقال يعني أعتبره قبول مبدئي؟ توترت وقلت محتاج وأفكر شوي. ابتسم وقال خذي راحتك وأنا ناطر ردش. بس المشكلة الحقيقية بدأت بعد ما طلعوا. أبوي كان فرحان بشكل مو طبيعي، قاعد يمدح فيهم طول الليل، وأمي بعد كانت مقتنعة فيهم بشكل كامل، وكل شوي تقول هالفرصة ما تتكرر. وقتها حسيت إني محاصرة. حاولت أطلع أي ملاحظة بسيطة بس عشان أعرف ردة فعله. فقلت لأمي بس رائد أكبر مني بسنين وايد. على طول عصبت وقالت وش فيها؟ أبوك أكبر مني ب8 سنين والحمد لله عايشين أحسن عيشة. بهاللحظة فهمت إن أي سبب بقوله بيلاقون له 1000 رد، والموضوع ما وقف عند هني. بعد يومين وأنا راجعة من المدرسة أبوي ناداني بكل برود وقال كلمت أهل رائد وبلغتهم إنجي موافقة. وقفت مصدومة، قلت له شلون يعني موافقة؟ حتى ما سألتني. أول ما اعترضت أبوي تغير أسلوبه فجأة، رفع صوته وقال يعني عندك رأي ثاني وأنا مو داري؟ توترت بسرعة وقلت لا يبه، بس كنت أتمنى تسألني قبل لا تعطيهم كلمة. تنهد وقعد قدامي وقال بنبرتي كلها ثقة يا دانا لفينا وشوفنا ناس وايد، وصدقيني مو أي يوم يجيج رجال مثل رائد، رجال ناجح عنده شغله هو واسمه ومو ناقصه شي، فوق هذا أهله ناس محترمين وسمعتهم طيبة. وبعدين كمل وهو يشير بيده أنا مو صغير عشان أغلط باختيار مثل هذا، أعرف وأقيم الناس زين، ولو شايف فيه شي مو مريح أول واحد كان رفض. وقتها سكت شوي وخف صوته وقال عطمني، مستحيل أختار لك شي يضرج. هالكلام حطني بموقف أضعف من قبل، ما قدرت أناقش أكثر واكتفيت أقول اللي تشوفه يبه. بس المشكلة مو هني، المشكلة كانت بكريم. طول هالفترة وأنا مو عارفة شلون أقوله إني رسميا انخطبت. قعدت يومين كاملة أتهرب من اتصالاته، لين بالنهاية قررت أواجه الموضوع واتصلت عليه بالليل. أول ما سمع صوتي حس إن في شي غلط، ولما حكيت له كل اللي صار سكت بشكل غريب ثواني طويلة بدون أي كلمة، وبعدين قال بعصبية أنتي تقولين هالكلام عشان تضغطين علي؟ تبيني أستعجل وأجيب أي طريقة؟ واضح إنه مو مستوعب إن الموضوع صار فعلا، بس الحقيقة كانت أصعب مما يتخيل. أنا رسميا صرت مخطوبة لرائد. مرت شهور الخطوبة ثقيلة جدا، كنت عايشة بين عالمين، عالم أهلي والخطبة والتجهيزات، وعالم كريم اللي للحين متعلق فيه بشكل مو طبيعي.
ورغم كل اللي صار ما قدرت أقطع علاقتي فيه بالكامل. كل ما أحاول أبتعد أرجع له مرة ثانية. أما رائد فكان بالنسبة لي شخص محترم، لكن قلبي مو معه أبدا. بعد تقريبا سنة من الخطبة كريم كلمني مرة وقال إنه أخيرا حصل وظيفة بشركة معروفة ببيروت، وإنه مستعد يحاول يتقدم رسمي. حتى طلب مني أفسخ الخطبة، بس كنت أعرف إن الموضوع شبه مستحيل. أبوي مستحيل يوافق، وكريم للحين مو جاهز بالكامل، لا شقة ولا وضع يسمح بزواج سريع، وأهلي أصلا كانوا شايفين رائد فرصة ما تتكرر. وبالنهاية تم الزواج، وانتقلت أعيش مع رائد بشقة فخمة جدا بمنطقة راقية ببيروت. للأمانة أول ما دخلتها انصدمت. الشقة كانت أكبر من أي شيء تخيلته بحياتي. ديكور مرتب، إطلالة على البحر، غرفة معيشة كأنها بفندق. حتى تفاصيل البيت كانت تبين إن رائد يحب الكمال بكل شيء. جزء مني كان مبسوط بالحياة الجديدة، بس الجزء الثاني كان متعلق بكريم بشكل أكبر من قبل. أول شهر بعد الزواج حاولت أقطع علاقتي فيه نهائيا، حتى اتصلت عليه مرتين بس، وبعدها قلت له لازم نوقف كل شيء، أنا الحين متزوجة. وبالفعل غيرت رقمي القديم واشتريت خط جديد عشان ما يقدر يوصل لي بسهولة، وقعدت فترة أحاول أتأقلم مع حياتي الجديدة. بس مع الوقت بدأت ألاحظ شيء. رائد كان غارق بالشغل بشكل مبالغ فيه، أيام كاملة يطلع من الصبح وما يرجع إلا متأخر جدا، وأحيانا يسافر فجأة بسبب شغله بالعقارات والاجتماعات. البيت الكبير اللي كنت متحمسة له بالبداية صار فجأة هادي زيادة عن اللزوم، والوحدة بدأت ترجع لي من جديد، وهاني ضعفت. رجعت أتواصل مع كريم مرة ثانية. بالبداية كانت مجرد مكالمات عادية، سؤال عن الأحوال، سوالف خفيفة، لكن مع الأيام علاقتنا رجعت أقوى من قبل. صرنا نقعد بالساعات نسولف كل ليلة، وكأن كل اللي صار بيننا ما اختفى أبدا. ولأني كنت خايفة رائد يكتشف الموضوع، اشتريت تلفون ثاني وخط جديد ما حد يعرف عنه. صرت أخبيه بكل مكان بالبيت، وأحيانا تصير مواقف تخوفني فعلا. أكون أكلم كريم من التلفون السري، وفجأة رائد يتصل علي بالتلفون الثاني بنفس اللحظة. وقتها قلبي كان يوقف من التوتر. الموضوع بيني وبين كريم صار يكبر أكثر يوم بعد يوم. كان دايم يقول لي إنه مو قادر يتحمل فكرة إني قريبة منه لهالدرجة، وبنفس الوقت مو قادر يشوفني. كان يطلب نقعد بمكان لحالنا، أو حتى نسافر يوم واحد بعيد عن زحمة بيروت والناس. بس أنا كنت أعرف إن هالشي مستحيل يصير بسهولة، لأني أصلا نادر أطلع من البيت. حتى لما أزور أهلي تكون مرة بالشهر تقريبا، وغالبا رائد بنفسه يوصلني ويرجع ياخذني. مرة كريم قال لي بعصبية: معقولة كل هالفترة وما في طريقة نشوف بعض براحتنا؟ قلت له: شلون يعني؟ أنا أصلا حياتي محسوبة بالدقيقة. سكت شوي وقال: دوري شغلة، أي شغلة تخليش تطلعين من البيت بشكل طبيعي. استغربت من الفكرة بالبداية، لأن رائد ما كان يحب فكرة إني أشتغل، خصوصا إنه كان مقتنع إن كل شيء متوفر لي وما أحتاج وظيفة. بس كريم ظل يضغط علي بالفكرة. قال لي: قولي له إنجي مخنوقة من قاعدة البيت، وإنجي دارسة وتبين تسوين شي بحياتش. وقتها حسيت إن الكلام منطقي فعلا. بنفس الليلة رجع رائد من شغله متأخر، وكان واضح عليه التعب. جهزت له العشاء، وبعد ما هدى الجو شوي فتحت معه الموضوع. قلت له: رائد، بصراحة تعبت من الروتين، أحس أيامي كلها نفس الشيء. رفع عينه عن التليفون وقال: طبيعي، هذه حياة أغلب المتزوجات. بس أنا ما سكت. قلت له: بس أنا مو حابة أعيش بهالشكل. تعبت على دراستي سنين، وأبي أحس إني قاعدة أسوي شيء له قيمة. ابتسم ابتسامة خفيفة وقال: يعني ناقصك شيء بالبيت؟ قلت له بسرعة: الموضوع مو فلوس، الموضوع إني أبي حياة غير إني أقعد لحالي طول اليوم. واضح إن الكلام ما عجبه بالبداية، وقعدنا تقريبا ساعة كاملة نقاش وردود، وهو يحاول يقنعني إن الشغل بيتعبني وما له داعي، وأنا أرجع أقول إني محتاجة أغير جو وأطلع من الوحدة اللي عايشتها.
وفي النهاية يتنهد وقال: إذا هذا الشي بيريحج جربي. حسيت وقتها إني انتصرت بشي كبير. ومن ثاني يوم بدأت أدور على وظائف بشكل جدي. كل ليلة أقعد بالساعات أتصفح مواقع التوظيف وأرسل سيرتي لأي مدرسة أو معهد يطلب مدرسات إنجليزي. لين بيوم لقيت مدرسة دولية بمنطقة قريبة منا طالبة معلمة لغة إنجليزية. قدمت عندهم وبعد أكثر من مقابلة انقبلت. أول شخص قلت له الخبر كان كريم، وكان فرحان بطريقة حسستني إن الوظيفة هذه مو مجرد شغل، كانت بالنسبة له فرصة عشان نرجع نقرب أكثر. وفعلا حياتي تغيرت بالكامل بعدها. صار عندي سبب يومي أطلع من البيت، وصار عندي وقت أقدر أشوف فيه كريم بدون ما أحد يشك بشيء. مرات نقعد بعد الدوام بكافيهات بعيدة، ومرات أقول بالمدرسة عندي اجتماع وأطلع أقابله، وأحيانا أخذ إجازة كاملة بدون ما رائد يدري، وأقضي اليوم كله مع كريم. والغريب إن الوضع استمر تقريبا سنة كاملة بدون ما رائد يشك بأي شيء.